يا ترى ينفع استخرج تأشيرة شنجن من دولة وأسافر من دولة تانية؟ السؤال ده جالنا كتير جدا والناس بتبقى محتارة وقلقانة. لو طلعت تأشيرة شنجن من سفارة فرنسا مثلا ينفع أسافر بيها على طول لهولندا ولا لازم أدخل فرنسا الأول؟ جواب بمنتهى البساطة أيوه، تقدر تخش هولندا، بس في نقطة مهمة لازم تاخد بالك منها كويس جدا. لو استخرجت تأشيرتك من فرنسا لازم تسجل دخول أو خروج من فرنسا قبل ما تستخدمها للسفر لأي دولة تانية. طيب يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا تدخل فرنسا الاول حتى لو ترانزيت سريع، او تخرج من فرنسا يعني تخلي بلد الرجوع فرنسا، وده علشان لما تيجي تقدم على التأشيرة مرة تانية السفارة تشوف انك فعلا استخدمتها صح. انما لو دخلت على طول من هولندا وما ختمتش في فرنسا ولا دخول ولا خروج، السفارة في الوقت ده هترفض ان هي تطلع لك التأشيرة مرة تانية وهتقول لك روح بقى لهولندا بعد ما اختمها اول مرة. لو التأشيرة لسه سارية زي 6 شهور مثلا او اكتر تقدر تسافر بعدها براحتك لاي دوله تبع الشنجن من غير ما تضطر انك تدخل فرنسا مره تانية، لانك خلاص يعتبر اثبتت انك استخدمتها بشكل صحيح. يعني بمنتهى الاختصار لو طلعت تاشيرتك من دوله لازم تستخدمها من نفس الدوله دي في البدايه سواء دخول او خروج، وبعدها سافر براحتك لاي مكان في الشنجن. واتمنى اكون جاوبتكم على سؤال النهارده، واشوفكم المره الجايه مع سؤال جديد مع منفيس.